إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام ومستمعاتي الكريمات، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 24 من يناير عام 2025. كما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نستهل البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم بعد ذلك تتابعون وضمن برنامج تعليق على الحدث حلقة جديدة بعنوان خطوات الاستبداد. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. السلطات في جنوب السودان تعلق عمل منصات التواصل الاجتماعي في البلاد لمدة 30 يوما. وكينيا تعلن فتح حدودها أمام المسافرين الأفارقة دون تأشيرات مسبقة، وتستثني ليبيا والصومال لدواعي أمنية. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. علقت السلطات في جنوب السودان عمل منصات التواصل الاجتماعي لمدة 30 يوما على الأقل، بعد أن تسببت مقاطع فيديو تصور ما قيل إنها عمليات قتل لمواطنيها في ولاية الجزيرة السودانية في نشوب أعمال شغب وهجمات انتقامية أسفرت عن سقوط قتلى. وفي خطاب وجهه نابليون أدوك المدير العام لهيئة الاتصالات الوطنية يوم الأربعاء لمقدمي خدمات الإنترنت، قال إن الحظر سيطبق اعتبارا من منتصف ليلة الأربعاء. وأضاف في الخطاب أن ذلك جاء نتيجة تراكمات بلغت ذروتها من الاضطرابات التي وقعت في الآونة الأخيرة في السودان، عرضت مواطنين من جنوب السودان لمستويات غير مسبوقة من العنف الشرس عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء. وذكر بيانان صدرا يوم الأربعاء عن شركتي تشغيل خدمات الهواتف المحمولة MTN جنوب السودان وزين بأن عملائهما لن يتمكنوا من استخدام فيسبوك وتيك توك ومنصات تواصل اجتماعي أخرى لمدة أقصاها 90 يوما. وكان 16 سودانيا على الأقل قتلوا الأسبوع الماضي في أعمال شغب اندلعت في جوبا عاصمة جنوب السودان ومناطق أخرى بالبلاد. وقالت الشرطة إن شبانا في العديد من المدن نهبوا وخربوا متاجر يملكها سودانيون، وأحرقوا عدة منازل في هجمات انتقامية بسبب ما اعتقدوا أنه ضلوع الجيش السوداني وجماعات متحالفة معه في عمليات قتل لمواطنين من جنوب السودان في ولاية الجزيرة السودانية. هذا وندد الجيش السوداني بما وصفها بأنها انتهاكات فردية وقعت في ولاية الجزيرة. أعلنت الحكومة الكينية عن خططها لفتح حدودها أمام المسافرين الأفارقة بسياسة الإعفاء من التأشيرات كجزء من جهودها لتعزيز الانفتاح والتكامل. وبموجب هذا الإعلان ستسمح كينيا لمواطني معظم الدول الإفريقية بالدخول والإقامة بدون تأشيرة لمدة تصل إلى شهرين. وبالإضافة إلى ذلك سيتم السماح لأعضاء مجموعة شرق إفريقيا التي تضم أوغندا وتنزانيا وراوندا وبروندي بالبقاء لمدة تصل إلى 6 أشهر وفقا لتوجيه جديد من مجلس الوزراء. وأوضح بيان لمجلس الوزراء أنه سيتم إلغاء شرط إيتا لجميع الدول الإفريقية باستثناء الصومال وليبيا بسبب المخاوف الأمنية. وشهدت كينيا تراجعا كبيرا في مؤشر انفتاح التأشيرة الإفريقية، حيث تراجع 17 مركزا، وقبل ذلك كانت في المرتبة 47 من بين 54 دولة. ويقيس مؤشر انفتاح التأشيرة الإفريقية الذي أعده بنك التنمية الإفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقي مدى سهولة زيارة المواطنين الأفارقة لدول أخرى في القارة. وفي العام الماضي قدمت كينيا برنامجا للتصريح الإلكتروني للسفر، مما أدى إلى خفض تكاليف التأشيرة من $50 إلى $30، ومع ذلك كان يتعين على الزوار تقديم طلباتهم عبر الإنترنت، حيث تستغرق الموافقة ما يصل إلى 3 أيام.
وواجه هذا التطور انتقادات لعدم تلبية التوقعات فيما يتصل بانفتاح التأشيرات، حيث وصفه البعض بأنه مجرد تأشيرة تحت اسم آخر. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشر الإخباري لهذا اليوم، وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما أشرنا في بداية البرنامج، تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامج تعليق على الحدث بعنوان خطوات الهيمنة والاستبداد، وذلك من خلال قراءة لمقال حول الموضوع كتبه الصحفي والدبلوماسي السابق فتح عثمان. نتابع. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى حلقة جديدة من برنامج تعليق على الحدث، والذي نتناول فيه اليوم خطوات احتكار السلطة وتشديد قبضة الرئيس الإريتري إسياس أفورقي لإحكام سيطرته على الدولة، بما يضمن له بقاءه متربعا على عرش السلطة واختزال كل صلاحيات الحكومة في شخصه، وتجميد كل الهيئات والمؤسسات إن وجدت، بالإضافة إلى تجميد مجلس الوزراء عمليا من خلال تعليق اجتماعاته لفترة طويلة وتغييب دوره المغيب أصلا، وذلك في إشارة واضحة بأنه لم يعد بحاجة إلى مجلس وزرائه المستهلك عمرا في تنفيذ العمليات وغياب الفاعلية، وأنه وصل إلى الدرجة التي يعلن فيها للجميع أنه وبمفرده يقود البلاد في كل قطاعاتها بإمكاناته الخارقة وقدراته الفائقة المتوهمة التي تصور له أنه هو الحكومة وأن الحكومة هي نفسه. حول هذا الموضوع مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، نستعرض لكم فيما يلي مقالا كتبه الزميل فتح عثمان في ديسمبر الماضي، تناول فيه مظاهر وخطوات الطاغية أو الدكتاتور في إحكام قبضته على مفاصل الدولة وتكريس السلطة في يده ب3 خطوات، وهي قتل الحكومة وقتل المدينة وقتل النمو وفق رؤية السيد فتح عثمان. نتابع. يستهل فتح عثمان المقال بالخطوة الأولى من الخطوات ال3، وهي قتل الحكومة، بالسؤال التالي: متى تم آخر اجتماع لمجلس الوزراء الإريتري؟ مشيرا إلى أنه في انتظار عدد كبير ومتباين من الردود حول السؤال المطروح. ثم يقول فتح عثمان: يمكن اعتبار اجتماع مجلس الوزراء من آخر مظاهر العمل الجماعي في عهد الطاغية، فهذه الاجتماعات وإن كانت تتم في ظل غياب مؤسسات تشريعية راسخة ومؤسسات رقابية كالصحافة وأجهزة المحاسبة المختلفة، إلا أن اختفائها هو بداية تمظهر الاستبداد ووصوله إلى آخر محطاته، وهي محطة الحكم الفردي التام غير المنازع. فالاجتماعات رغم عللها الظاهرة والباطنة تشتمل على أجزاء من الحوار والنقاش والتقييم، وهي الأدوات التي يحرص الطاغية على القضاء عليها واحدة بعد الأخرى وصولا لتثبيت حكمه المطلق. وفي الحالة الإريترية اختفت اجتماعات هيئة الحزب، ولا نقول مؤسسات، منذ فترة طويلة، ثم لاحقا اختفت اجتماعات مجلس الوزراء، ليؤثر ذلك على انتقال الحكم المؤسسات في أدنى درجاته، والقائم على خطط وبرامج وجهات بيروقراطية فعالة إلى حكم فردي مطلق. بموجب هذا الانتقال الحاسم يعامل الرئيس الوزراء معاملة الخدم الشخصيين له، ينفذون أوامره ويقبلون محاسبته، وكلما كان الوزير أكثر ليونة ولدونة وقابلية للتطويع حافظ على منصبه على مدى السنين. وزير العدل ووزير الأشغال العامة نموذجين. وفي هذا التفاعل السلطوي يختل ميزان القوى لصالح الأقوى، حيث يشتمل التأثير على كل علاقات التفاعل من التلميح إلى التهديد الصريح والعنف اللفظي، وفي بعض الأحيان قد يصل إلى حد العنف الجسدي. ففي أكثر حالات التفاعل تطرفا كان الطاغية الأوغندي عيد أمين دادا يجلد وزراءه بالصوت. إذن يمثل إلغاء اجتماعات الحكومة الراتبة والطارئة المحطة الأخيرة في تحول الطغيان إلى الحكم الفردي المطلق. وقبل الوصول إلى هذه المحطة يتم سجن المعارضين
والتقليل من قيمة الحكومة وعملها، وتثبيت فكرة أن الحكومة غير صالحة لعمل شيء عبر الإشانة وعبر التدخل المباشر وتسيير أعمال بعض الوزارات، وعدم تسمية وزراء لوزارات أخرى لفترات طويلة كوزارة الدفاع مثلا. وتنتهي معالم هذه المرحلة بقبض أذرع الأخطبوط على خيوط العمل الحكومي كله. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان خطوات الدكتاتور في إحكام قبضته على السلطة. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتارن غازيتنياتا زدالو نتا راديو. الخطوة الثانية من خطوات الاستبداد قتل المدينة. يصاحب قتل دور الحكومة إضعاف ممنهج للبيروقراطية المتمثلة في الخدمة المدنية، فضرب الرأس يشل الأطراف. تمثل الحكومة ووزاراتها العصب الحي للمدن وخاصة العواصم، فعندما تغيب الحكومة تتحول المدينة إلى مدينة أشباح. يلاحظ سكان العاصمة واشنطن مثلا أن مدينتهم أثناء أعياد الميلاد وإجازة الكونغرس تتحول إلى مدينة أشباح. ويقتل الطغيان المدينة عبر قتل العمل الحكومي وإغلاق الجامعات ومنع النشاط النقابي والثقافي وفرض الهجرة القسرية. والسبب في معاداة الطاغية للمدينة نابع من أن وجود المدينة سابق على وجوده، وهو لا يجب أن يسبق وجوده شيء، فهو المؤسس للدولة والمدن كذلك. وبما أنه لم يؤسس المدينة فإنها تصبح عدوه الكامن. فضمن استراتيجية قتل المدن يجنح الطغاة إلى عدة تكتيكات، منها بناء مدن وأحياء تمجد أشخاصهم أو أعمالهم، وتسمى بأحياء أو مدن الثورة والنهضة والجديدة والبعث إلى آخره. وتكون هذه الأحياء أو المراكز البديلة هي الأثيرة لدى الطاغية والمفضلة إليه، حيث ينتقل إليها أو يجبر الحكومة إلى الانتقال إليها لا لسبب إلا لأنها من صنع يديه. ففي عدهال التي كانت خاملة الذكر وضع الرئيس مكتبا له لا يستدعي إليه أعضاء حكومته فقط، بل يستقبل فيه الوفود الرسمية وغيرها. ومحاربة المدينة التي لم يؤسسها الرئيس تنعكس في حالة الباروناية والشكوك، فالمدن في تشعبها الكبير تعتبر بؤرا صالحة للعمل المناوئ للطاغية ومصدر قلق دائم له. فحالما يظهر أي نشاط مقاوم في أي مدينة أو أي حي فإنه يعاقب بالعزل والرقابة، بتخصيص المزيد من الجواسيس ونشر عدد أكبر من النقاط العسكرية والبوليسية. والأمثلة على ذلك تمتد من حي أخرية في أسمرة مرورا بمدينة عطبر السودانية، وليس انتهاء بمدينة حما السورية التي دكها الرئيس الأسد الأب على رؤوس ساكنيها عام 1982، وتمتد الأمثلة حتى سانتياغو عاصمة تشيلي، والتي تحولت بعض أحيائها إلى أحياء معادية في عهد الدكتاتور السابق أوغوستو بينوشيه. والناظر إلى حال أسمر اليوم يجد أنها وبسبب الإهمال والخمول والتهجير والرقابة البوليسية الخانقة تحولت إلى مدينة أشباح ليس بها جامعة نشطة تضم الألوف من الطلاب أو مراكز ثقافية أو نقابية تعج بالحركة والنشاط. وتعتبر حالة طاغية غينيا الاستوائية فرانسيسكو نجيما أبرز حالات قتل الطغاة للحكومات والمدن. فهذه المستعمرة الإسبانية السابقة تعتبر من أغنى الدول الإفريقية بالنفط، وتقع عاصمتها مالابو في جزيرة مقابل البر الرئيسي للبلاد. وكان عهد نغيمة عهد طغيان راح ضحيته ما بين 50 إلى 80 ألف من المواطنين. وأشار دبلوماسيون في مالابو أثناء فترة حكمه بأن العاصمة وبعد توقف اجتماعات الحكومة وانتقال الرئيس للعيش في مدينة مونوغمو بالقرب من الحدود مع الغابون أصبحت خاوية على عروشها، حتى إن بعض الوزارات ومن ضمنها وزارة الخارجية كانت مقفلة وعليها حراس. وكان نجيما يصدر أوامره لأعضاء حكومته بواسطة المكالمات الهاتفية، وبلغ به المدى إلى أن أعلن نفسه رئيسا مدى الحياة للبلاد في العام 1971، كما أصدر قرارا بمنع استعمال كلمة مثقف في الحياة العامة. ويعد نجيما إضافة إلى دكتاتور أوغندا عيدي أمين
وديكتاتور إفريقيا الوسطى جان بيدل بوكاسا من أسوأ طواغيت القارة الإفريقية الذين خربوا بلدانهم بسبب حكمهم الفردي القاسي. ففي عهد هؤلاء الطغاة تحولت كمبالا عاصمة أوغندا وملابو عاصمة غينيا الاستوائية وبانجي عاصمة إفريقيا الوسطى إلى مدن أشباح. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان خطوات الدكتاتور في إحكام قبضته على السلطة. فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. الخطوة الثالثة من خطوات الاستبداد قتل النمو، وفيها يقول فتح عثمان: وبقتل الحكومة وتدمير المدينة يستهدف الطاغية بصورة أساسية كبح النمو الاجتماعي الذي يمنع ظهور طبقات اجتماعية جديدة لها قابلية توليد الثروة ومن ثم الاستيلاء على السلطة. وحتى لا تنمو هذه الطبقات المهددة يشجع الطاغية ظهور طبقات طفيلية من التجار الفاسدين وضباط القوات النظامية وكبار موظفي الخدمة المدنية والمنتفعين من الطغيان، ويرتبط هؤلاء بالاقتصاد السياسي للطغيان عبر التغذية المتبادلة، ويؤسسون لثقافة الاستهلاك والسطحية والتدني الأداء العام في كل مرافق الحياة، وتصبح المدينة في عهدهم عبارة عن مركز يحيط به حزام بائس من الفقر والحرمان والمساكن العشوائية. وقتل الطغيان لأي نمو حقيقي سببه أن ذلك النمو الاجتماعي سوف يؤدي بالضرورة إلى تغييرات اقتصادية تؤدي بدورها إلى تغييرات حاسمة في السلطة. فالنشاط الاقتصادي الناجح والبناء يحتاج إلى خطوط مواصلات جيدة ومراكز حضرية مزودة بكافة الخدمات، إضافة إلى موانئ ومطارات وخدمات اتصال وتمويل معاصرة. وكل هذه تحتاج بدورها إلى تشريعات تبنيها وتحميها، والتشريعات لا يتم سنها إلا تحت مؤسسات حكم تتسم بالانفتاح والشفافية والديمومة والتنوع وصولا إلى قمة هرم الحكم الرشيد. فلا عجب بعد كل ذلك أن تؤدي تحولات الطاغية بحياة الإنسان والعمران وتسد آفاق المستقبل. ليختم المقال بقوله: وأخيرا للإجابة على السؤال في مفتتح المقال يمكنكم الاستعانة بالصديق. ونحن نقول للسيد فتح عثمان في الإجابة عن السؤال بعد استعانتنا بصديق أن آخر اجتماع لمجلس وزراء قاطن عدهالو كان في 28 من سبتمبر عام 2018، أي قبل 6 أعوام و4 أشهر إلا أسبوع، لكنه لا علم لنا متى سينعقد مستقبلا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. السلطات في جنوب السودان تعلق عمل منصات التواصل الاجتماعي في البلاد لمدة 30 يوما. وكينيا تعلن فتح حدودها أمام المسافرين الأفارقة دون تأشيرات مسبقة وتستثني ليبيا والصومال لدواعي أمنية. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. هذه إذاعة إرنا.